اغلب الشركات مش بتفشل عشان منتجها وحش، بتفشل عشان كبرت في الاتجاه الغلط. عشان كده بقى عندنا مصفوفة أنسوف. دي أداة استراتيجية اتعملت 1957 على إيد إيجور أنسوف علشان تساعد الشركات تختار اتجاه النمو الصح. الفكرة بسيطة، عندنا منتج وسوق، إما موجودين وإما جداد، وهنا طلع 4 طرق أو استراتيجيات. واحد، ماركت بنتريشن، وده منتج حالي وسوق حالي زي ما عمل البريد فاست بنفس التطبيق بس بقى عندنا عروض اكتر تزود الطلب. 2، ماركت ديفلوبمنت، وده معناه ان احنا عندنا منتج حالي وسوق جديد زي ما عملت اكسباند كارد ان هي طلعت من مصر للخليج بس بنفس المنصه. 3، برودكت ديفلوبمنت، وكده بقى عندنا منتج جديد بس في نفس السوق اللي احنا شغالين فيه زي بيمو ما عملت من بوابه دفع لخدمات ماليه. 4، دايفرسيفيكيشن، ودي معناها ان احنا بقى عندنا منتج جديد وفي سوق جديد، وده اخطرهم زي ما عملت فوري لما طلعت من مدفوعات لتمويل واستثمار. الخلاصه، انسوف مش بيقول لك تكبر وخلاص، بيقول لك تكبر صح. لو المحتوى مفيد بالنسبه لك اعمل فولو لايك واظهر لك تاني.